قلت لها راجل، هاتوني راجل، جابوني راجل، دي مش هخش راجل، مش راجل همش. وما بصدقش ان في انسان كده اصلا، يعني ده ملاك اصلا، ده مش انسان بشر زينا. انا حاسه انه حاجه فوق البشر، يعني اعجاز، حاجه كبيره قوي. تفتكروا العلاقه دي حد ممكن يعني يدخل فيها، يدخل بينها يعني؟ حاجه فوق البشر اصلا، يعني ده مش انسان عادي، لا لا خالص. داخل عليه اقول له ولا انا مش مواطن انسان طبيعي، ولا ده انا حكومه. ولا يعني ايه باسم يوسف يعمل كده؟ يعني ايه؟ ازاي يجيب عيل سيس يلبس لبس الجيش ويتكلم كده؟ دي اهانه للجيش وللسيسي. البرنامج ده لازم يتوقف فورا. بس ده اعلامي يا فندم. اعلامي على نفسك، بره يا كلب. انت يا سيسي راجل وعظيم، تستاهل مليون تكريم. الله الله يا عبد الله. الشعب عاوز يعرف اللبس حضرتك لابساه ده الوطنيه من بره بقى، من بره بس ولا من بره ومن جوه؟ الشعب عاوز يشوف، عاوز يقرر بنفسه عشان يشوف مقدار الوطنيه اللي عند حضرتك. يعني حبك للجيش قد ايه؟ السلام عليكم. ممكن تختلف او تتفق مع باسم، بس كان له دور كبير في عزل الاخوان وكشفهم بسرعه. وسواء اختلفت او اتفقت مع الحلقه الاولى اللي عملها باسم فيها ايحاءات ولا لا، فكل ده حصل ايام مرسي. في كل الحلقات اللي عملها ايام مرسي كان على قلب زي العسل، هق ومق وكركر، والحياه بقى لونها بامبي، وقوم يلا يا اخواني من جنبي. دي احصائيات اي فيديو صفيناس او اي حاجه فيها رقص او هشك بشك على اليوتيوب. اما ايرادات افلام السبكي اللي كلها بلطجي ورقاصه ولحمه، فاعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه. يا مؤمن ده احنا التحرش عندنا بنحتفل بيه في الاعياد، يعني احنا طالعين من رمضان وبنحتفل في العيد بالتحرش، اعلى نسب تحرش في العالم. فاحنا شعب بنحب الحاجات دي حتى لو بينا وبين نفسنا، لكن حد يطلع يواجهنا بالحقيقه بتاعتنا، لا انا اشتم ابني لكن اكره اللي يقول امين. الو، اللي اقول لي يا ابراهيم، هو مين اللي اعترض على الفاظ وحقيقات باسم يوسف؟ عمرو خالد ولا مصطفى حسني؟ غدا عبد الرازق؟ بقول لك يا ولد، اللي اعترض على الفاظ باسم يوسف مين فيهم؟ غدا مين؟ غدا عبد الرازق؟ الحقيقه ان باسم يوسف ما قدرش يراعي ان في شخصيات زي الفنانه غاده ممكن تكون قدام التلفزيون وبتتفرج عليه، وحقها ممكن يتخدش من الكلام اللي هو بيقوله. الفاظ بسيئه الصراحه، بيقول الفاظ بسيئه. في محشي اغرف لك؟ محشي بتشنجان؟ لا مش دي، لسه واكل والله، لسه ضارب كشري. ده لان الفنانه غاده من الناس اللي دعمت حاجه اسمها سينما نشيفه، يعني ما تعريش كتف ولا ورك ولا حتى بوس. هتلاقي في الجيل بتاعنا 3/4 ما بيشربش، 3/4 ما بيطلعش من النهايه، 3/4 بيرفض البوس. احنا اللي عملنا حاجه اسمها مصطلح السينما النظيفه. قولي يا غاليه، قولي يا غاليه. طب ممكن نعرف راي حضرتك في فيلم ريكلام؟ شايفه ريكلام ازاي؟ شايفاه على فكره، انت قلت في اول البرنامج قالت انا في ميزان حسناتي. طبعا في ميزان حسناتي، هقول لك ليه. مصلحه ولا مروحه؟ مصلحه ماشي، بس كل واحد بقى يرمي بياضه في الاول وبالدور. ولو فيكم حد بياخد افيون ولا ترامادول من الاول اهو، ما يجيش ناحيتي ولا يلمسني، وما يخشش جوه يقول لي انا داخل معاكي بنفرين. اللهم قوي ايمانك. تحرير دخلت سكه الاغراء ازاي؟ اعرف مكانتي فين، اعرف ان انا اتنقلت. حدا استغل هالسكس ابيل اللي فيكي بالبدايات؟ يعني مخرج، كاتب، منتج؟ اكيد طبعا. مين؟ كل الناس، انا كمان استغليتهم. طبعا كان لازم تهاجم باسم عشان الالفاظ البسيئه والحقيقات الوحش. مسيرتها الفنيه كلها دروس فقه ودعوه. انا مره ملياش زي والبضاعه انت عارفها معينها كويس. ايوه بقى الجيبه ضيقه. بغض النظر عن اي حاجه، الفنانه غاده ليها اراء سياسيه نشيفه الحقيقه. يعني هي اللي دعمت مبارك، نزلت في مظاهرات علشان تأيده، وانتخبت الاخوان. ايه؟ انتخبت الاخوان. ولا بلاش؟ خدت الحريه والعداله. الحريه والعداله. يا حيني انا بنت مين؟ انا بنت حرام، بنت حرام، بنت حرام. ومن واجبنا نوجه رساله للفنانه غاده بما اننا بنحبها. خليكي في اللي تفهمي فيه يا اختي.
خليكي في اللي بتفهمي فيه، والنبي المشرحه مش ناقصه قتل. ابوس دراعك، المشرحه مش ناقصه قتل. وقبل ما ننهي الحلقه الفنانه غاده قالت ان اللي بيعملوه باسم بيتنافى مع مبادئ المجتمع الشرقي. امال ده ايه؟ رز بلبن؟ واحنا في البرنامج اخترنا لكم مقتطفات من حلقات الذكر اللي بتعملها الفنانه غاده طول مسيرتها الفنيه. اشوفكم الحلقات الجايه. سلام. رقصنا يا زوق من تحت لفوق، فرفش يا عم. بدل ما انت قاعد تتفرج على غادة عبد الرازق والهم التقيل اللي هي بتعمله، ممكن ساعة زيادة، ممكن ساعة زيادة. أنا عايز منكم يا جماعة ساعة زيادة للبلد. قلت لها راجل، هتقولي راجل، جابولي راجل. دي مش هخش راجل، مش راجل هم.